هتفتح وهتنزل كل السوداني اللي على الجناب ده. وخلي بالك مهم قوي نقطه ان انت بعد ما تضربها مرتين او ثلاثه تنزل كل اللي على الجناب عشان تتاكد ان السوداني كله اتطحن وما يبقاش في حتت اكبر من حته، لان السوداني ده اصلا بعد ما ياخد معاك طبقه البودر هتلاقيه بقى عامل شبه الزبده. وهنا بقى عشان ست الكل كانت لسه جايبه خلاط ده جديد فكانت مقعده معايا واحد يحرسها. تبدا تضربها بقى لحد ما يبقى قوامها كده بالظبط. هكمل طحن انا بقى الكميه اللي معايا دي وارجع لكم تاني. وهو ده بقى القوام المطلوب. ولو طلعت معاك كده يا غالي اعمل منشن لصاحبك وقول له انا بقيت شيف خلاص. شايف يا غالي الحلاوه؟ اخد لي بالك انت بقى من القوام والجمال والحلاوه بتاعتها. اظن بقى مفيش احلى من كده. ما تنكرش بقى ان الجو مدلعك كده. نبقى عملنا زبده الفول السوداني بمكون واحد بس وهو السوداني، غير بقى بنحط عليها اي حاجه. تعالوا بقى ندوق طعمها كده ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. جامده قوي بس حاسسها مديه على طحينه شويه مش عارف ليه، بس جامده قوي. وبس كده ودي كانت الطريقه. عملنا بربع كيلو سوداني كمان ده كله اللي هو 250 جرام، ما كلفناش بالظبط الا 25 جنيه بس. ولو عايز بقى طريقه اي حاجه تاني بقى وتوفر فيها سيب تحت في الكومنتات واعملها الفيديو اللي جاي. زي ما قلت لك يا غالي في سلسله هتوفر يعني هتوفر وربنا لا خليك توفر.